الحالة المدنية هذا المرسوم هو مرسوم ثوري، لأنه فتح المجال ديال الرقمنة بشكل كبير جدا. وأنا حاولت من خلال البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة أننا نقدموا فيه جميع التفاصيل الواردة في هذا المرسوم، اللي الغاية والهدف منها هو كيفاش أن هذه الخدمة ما تبقاش خدمة يجب على المواطن يتنقل لها برجليه وتكون متوفرة، ولكن بشكل آمن وبشكل سلس عبر مجموعة من المنصات اللي طبعا تخضع لواحد المجموعة من الضوابط الصارمة. فكنعرفوا الصعوبات اللي تعانيوا منها مغاربة العالم، خاصة أن مغاربة العالم اليوم متواجدين في مناطق يعني نقدروا نقولوا بأنها نسبيا بعيدة على أقرب نقطة قنصلية ولا دبلوماسية، بالرغم من المجهود الكبير اللي كتقوم به بلادنا، خاصة أنها كتوفر على واحد الخدمات قنصلية ودبلوماسية وتمثيليات دبلوماسية واسعة على الصعيد التراب الوطني، لكن على صعيد العالم. لكن هذه الخدمة يجب أن يجدها المغربي في أي موقع كان وفي أي مكان كان، لكي ما يبقاش توقع ذاك التراكمات على مستوى التسجيلات ديال أبناء مغاربة العالم. نفس الشيء بالنسبة للمغاربة المواطنين اللي في التراب الوطني، هم الآخرين يحتاجون اليوم إلى خدمة يعني رقمية جيدة. مجموعة من الإجراءات اللي تكلمت عليها: الوضع المنظومة الرقمية المركزية الوطنية، كيفاش نفتحوا المجال ما بين هاد جميع المكاتب الحالة المدنية وجميع المكاتب القنصلية مع هذه الخدمة الوطنية، كيفاش نعطيو ذاك التوقيع الإلكتروني المؤهل لهاد الناس ديال الضباط ديال الحالة المدنية، كيفاش التصريحات تم عن طريق الانترنت، كيفاش مجموعه من المتدخلين بحال الناس اللي كيشتغلوا يعني في النقط الصحيه المدنيه ولا العسكريه يقوموا بهذه التصريحات بشكل تلقائي، الخدمه ديال المعرف الاجتماعي اللي يرتبط بالسجلات وبالقانون ديال السجل الاجتماعي، هذه كلها خدمات الهدف منها هو نيسروا الحياه المغاربه. وهذه الحكومه هذه منذ ان نصبها جلاله الملك وهي تشتغل في هذا الورش بكل جديه. شفنا كيفاش خرجنا في الاسابيع الماضيه من انه القرار الغير يعني اللي كتمر عليه مثلا على مستوى الاستثمار اجال محدده، السكوت يعتبر موافقه. شفنا كيفاش انه التبسيط ديال الاجراءات والتخفيض ديالها والتخفيض عدد الوثائق، هذا كله تنخرط في واحد التوجه اللي الحكومه منخرطه فيه بقوه. الهدف هو هذه الخدمات نوفرها كيف ما قلت، لانها اصبحت مطلبا ملحا من طرف جميع المواطنين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.